كاميرا فلاش راحت كل مكان بترصد الأحداث الفنية المختلفة والمتنوعة والجديدة عشان تقدمها لكم في حلقة جديدة من فلاش. ومعانا في حلقتنا النهاردة لقاء خاص مع الفنان السوري فاروق الشامي. الفنان فاروق الشامي فنان سوري متميز ذاع صيته في الفترة الأخيرة في مصر بعد اشتراكه في مسلسل الأستاذ ورئيس قسم مع النجم عادل إمام. لكن طبعا كان ليه بعض الأعمال اللي عرضت في مصر زي مسلسل صدق وعده اللي عرض عام 2009 وكان مع المخرج محمد عزية، وكمان سقوط الخلافة كان عام 2010، وكمان عابد كرمان كان عام 2012. الفنان فاروق الشامي كان ليه حوار مع كاميرا فلاش واتكلم فيه عن أعماله المختلفة وعن مشاركته في بعض الأعمال اللي صورت في مصر واللي قدمت في مصر وعن الأعمال القادمة. هنشوف مع بعض ونرجع لكم مرة تانية. الأعمال اللي قدمتها من خلال الأعمال السورية يعني أعمال كثيرة، إنما نذكر منها الأعمال المصرية العربية المشتركة بين سوريا وبين مصر. كانت بدايتها كان مسلسل عابد كرمان للمرحوم الأستاذ نادر جلال. كانت بعد منها كان مع الأستاذ حاتم علي والنجم أمير كرارة، كان مسلسل تحت الأرض كان اللي مشاركة فيه. في 2015 كان اللي مشاركة مع الزعيم عادل إمام، وجه له كل التحية. هاي الأعمال المصرية حاليا، وفي أعمال قادمة إن شاء الله لموسم 2016 بدنا نخليها مفاجأة إن شاء الله. عابد كرمان قصة جميلة جدا، كانت تتحدث عن حرب أكتوبر وعن الجاسوسية المصرية وعن المخابرات وقوة المخابرات المصرية التي دخلت بقوة إلى عمق الجيش الإسرائيلي وجابت معلومات عن الصواريخ في ذاك العصر. مشاركتي كانت مع الأستاذ نادر جلال ومجموعة كبيرة من الممثلين المصريين والسوريين، كان من بطولة الأستاذ تيم حسن. كنت أنا مشارك بشخصية صالح، هو الرجل الفلسطيني اللي راعى تيم حسن بعد ما قتل أبوه، وفضل قاعد بالمزرعة لغاية ما غادر تيم حسن اللي هو عابد كرمان، غادر الأراضي الفلسطينية. وكنت حزين جدا بهذا العمل، اني انا حاليا لا اذكر يعني غير اني انا اقول يعني بحزن شديد الله يرحمك الاستاذ نادر جلال، وسلامي وتحياتي لكل العاملين بهذا المسلسل. الفنان فاروق الشامي بيقول ان المشاركه الخاصه بيه في مسلسل الاستاذ ورئيس قسم مع النجم عادل امام هي من انجح المشاركات اللي قدمها في مصر، وخاصه دوره اللي اثار جدل كبير جدا بين مؤيد وبين معارض، لان هو اتكلم فيه عن الثورات العربيه واللي حدثت في الفتره الاخيره خلال ال4 سنوات الماضيه، وما قال اليه حال هذه الثورات وخاصه بلده سوريا. البعض قال ان راي فاروق الشامي ده راي شخصي، بالرغم ان هو كان سيناريو مكتوب لا ناقه له فيه ولا جمل، يعني هو ما كانش متسبب في كتابة هذا السيناريو، لكن البعض نسب هذه الآراء ليه شخصيا، مما أثار جدل حول هذه الشخصية اللي قدمها فاروق الشامي واللي هيكلمنا عنها دلوقتي في فلاش. أنا سعيد جدا بوقوفي أمام الزعيم والنجم العربي عادل إمام. انما مدى حزني خليها بالاخير، انما مدى فرحتي في لقاء الزعيم عادل امام والعمل معه والعمل كفريق، العمل كاملا طبعا مع الاستاذ وائل احسان المخرج. مدى حزني الناس ما بتفهم، يعني ما بتفهم اللي ما غير مطلع عن الدراما او غير متابع للاعمال الدراميه او غير قارئ للنصوص. انا اجسد شخصيه، انا اتقمص شخصيه. انا اليوم انا لا اقول انه ناقل الكفر ليس بكافر،
ولكن هاي ممكن تكون معلومة غلط، ولكن أنا أتقمص شخصية أيا كانت. أنا كممثل فاروق الشامي لا أقول إلا ما أقتنع به إن كان تمثيلا أو واقعا. لقائي بالزعيم عادل إمام كان سابقا في بيروت في مسلسل ناجي عطا الله. لم يتح لي الوقت أنه أنا أجي أحضر التصوير بسبب الظروف كانت صعبة جدا وبجوز السفر الطيران، فاختار ممثل آخر. لما انعرض هذا الدور على شخصيتين، ممكن يكون قبل مني ما بعرف، انا سمعت بعد ما عملت هذا الدور، سمعت انه في اثنين من الاشخاص اللي هن نعرض عليهم الدور. انما انا كانت تجربتي مع الاستاذ عادل امام هي من اجمل التجارب اللي انا اشتغلتها في مصر، وكان لي الشرف الكبير اني انا اشارك مع الاستاذ عادل امام. يعني كان ثناء كبير جدا، أسعدني جدا ثناء الأستاذ عادل إمام لما أبديته في هذا الدور. تحدثت عن الصحف البحرينية والبريطانية، الصحف السعودية، الصحف السورية. كان هناك حدا يعني قال إنه أنا أسأت لأحد الأشخاص أو أسأت للثورات أو أسأت. لا، أنا لم أسئ لأي أحد. هذا نص مكتوب بشخص الأستاذ عادل إمام. هو من اختار الممثل فاروق الشامي، وهو من قال أنا بدي فاروق الشامي. يعني أوكي، أول ما دخلت رحب فيني الأستاذ عادل إمام ترحيب بالاسم، وقعدنا لحتى انتهى اللقاء وانتهى المشاهد، ونحن سعيدين جدا كنا بهذا اللقاء يعني الجميل. الفنان فاروق الشامي من مواليد دمشق عام 1965، وحصل على دبلوم تمثيل وإدارة إنتاج من الأكاديمية الأمريكية للدراسات الإعلامية، وعضو الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية بالقاهرة. قدم طبعا عدد كبير من المشاركات الفنية والأعمال الفنية في سوريا، منها مسلسل تحت المداس، ومسلسل الوزير، وسعادة حرمه، ومسلسل لعنة الطين، ومسلسل فنجان الدم، ومسلسل غزلان في غابة الذئاب، ومسلسل باب الحارة الجزء الرابع. اتجه فاروق الشامي للإنتاج في المسلسلات الكوميدية، وقدم مسلسل كمون وليمون. هنكمل لقائنا مع الفنان فاروق الشامي، وهنتكلم عن كل الأعمال اللي قدمها في سوريا، وكمان عن إنتاجه الخاص للمسلسلات الكوميدية، ونرجع لكم مرة تانية. مسلسل كمون وليمون عمل كوميدي يضم شريحة كبيرة من الشباب الموهوبين وليس مغمورين، انهم هم يعني كان ياخذوا بعض المشاهد في المسلسلات، ولكن اخترنا نحن النجوم والوجوه الجديده. انا بعتبره النجوم. اصغر واحد اخذ في مسلسل كمون وليمون مشهد انا اعتبره نجم. كان يصاحبني في هذا العمل كثير من يعني الاستاذ محمد الجمل اللي هو كاتب العمل، المخرج محمد نصر الله، شكرا كثير له، ابدى كثير تعب في هذا المسلسل. في كثير صبايا وشباب، انا اسف انه انا ما بدي اذكرهم كلهم، بخاف انسى حدا يزعل مني، ولكن انا بدي اوجه تحيه كثير كبيره لممثل كثير انا بحبه، كوميديان ابدع في هذا العمل، الاستاذ احمد عيد، اخو الاستاذ عبد الرحمن عيد رحمه الله. بقول له احمد عيد انت كثير كوميدي جيد. العمل انعمل بظروف صعبه جدا، نحن كنا نمر بالبلد بسوريا، كنا نمر بظروف صعبه جدا، انعمل تحت ضغط قوي جدا. كنا نطلب ممثلين احيانا بالساعتين ثلاثه لحتى يجي الممثل، مع ذلك انعمل بطريقه حلوه. بالنهايه بنص العمل تقريبا انتقلنا الى الشركه اللي عندي، واخذنا حيز كبير من اللوحات ومن الافيهات ومن الاكشنات اللي عملناها في المكتب عندي. هذا العمل حاولت اني انا اسوقه، طبعا حاليا بنسوقه بمصر، بعمله على هاردات مظبطه مشان نعطيه. انما ليش انا بدي اهديه لقناه نيل دراما؟ قناه نيل دراما تعني لي انا شخصيا كفاروق الشامي. اول لقاء اول ما اجيت على مصر كان مع قناه نيل دراما. بوجه تحيه لكل العاملين في قناه نيل دراما، من صغيرهم الى كبيرهم بدون تعداد اسماء. طبعا قناه تنال الاحترام من الشعب المصري، تنال الاحترام من الشعب العربي، عليها قبول. انا من المتابعين لثلاث قنوات، الثقافيه والاعلاميه والدراما النايل. ما بعرف شلون يعني ليش بدي اهدي، لاني انا بحب هاي القناه. مشان يطلع العمل
يشوفوه الشعب المصري. أنا مشارك في بعض اللوحات أو أكثرها باللهجة المصرية، وفي بعض الشباب السوريين كمان شاركوا في اللهجة المصرية. كاميرا فلاش تجولت في كل مكان لترصد لكم كل الأحداث الفنية المختلفة والجديدة اللي قدمناها لكم النهاردة في حلقتنا في فلاش، وأكيد عندنا لسه كتير جدا هيتقدم في الفترة الجاية، خليكم معانا. كاميرا فلاش راحت كل مكان بترصد الأحداث الفنية المختلفة والمتنوعة والجديدة عشان تقدمها لكم في حلقة جديدة من فلاش. ومعانا في حلقتنا النهاردة النجم محمد رمضان بيصبح الكل من اسكندرية، ولقاء خاص مع الفنان السوري فاروق الشامي.